لو انت بتدور على شقة عشان تسكن فيها، اتأكد الأول إنها ما كانتش مقفولة بقالها فترة. لو عاوز تعرف ليه، تعالى أما أقولك. القصة بتبدأ مع شاب قلبه جامد أوي، وده السبب اللي خلاه يقع في مشكلة مع الجن. الشاب ده بيحكي وبيقول إنه اتنقل في يوم من الأيام لشغل جديد. الشغل ده كان في نفس الشركة اللي أنا بشتغل فيها، بس في فرع تاني، والفرع ده كان في بلد تانية غير البلد اللي أنا ساكن فيها، وكان صعب عليا إن أنا أسافر وأرجع في نفس اليوم. فقررت إن أنا آخد شقة جنب الشغل بتاعي، فقلت أكلم سمسار يشوف لي شقة. وبالفعل كلمت سمسار وقال لي الشقة موجودة وبسعر حلو، بعد ما تخلص شغلك تعالى أفرجك عليها. قلت له تمام ماشي، بعد الشغل هجيلك. وبالفعل بعد ما خلصت الشغل رحت مع السمسار عشان يفرجني على الشقة. ودخلت الشقة، وكان الشقة واسعة وشكلها جميل أوي، بس ما كنتش مرتاح للشقة دي، ولكن السعر بتاعها كان حلو، وده اللي خلاني أوافق أخد الشقة دي. وبالفعل اتفقت مع السمسار إن أنا خلاص هاخدها، ورجعت بلدي عشان أجيب الهدوم بتاعتي وأكلي وشربي ولوازم الشقة. ورجعت عشان أبات أول يوم ليا في الشقة دي، وكانت البداية من ساعة ما فتحت باب الشقة ودخلت سمعت صوت حاجة اتكسرت. ورغم إن كان قلبي جامد، بس خفت واترعبت وقلبي اتقبض، لأن الشقة كانت فاضية وأقل حاجة فيها بيبقى صوتها عالي، والصوت ده كان جاي من المطبخ. فروحت أشوف فيه إيه. اتلاقيت اللمبة بتاعة المطبخ واقعة على الأرض ومكسورة. ببص على الدواية اتلاقيتها سليمة. طب إيه اللي وقع اللمبة دي؟ معرفش. المهم استعذت بالله من الشيطان الرجيم، ولميت الإزاز من على الأرض وحطيته في الزبالة، وطلعت الصالة جبت أكل متجهز من اللي أنا جايبه عشان أتعشى. وكنت مركز في التليفون أوي، ففجأة لقيت في حاجة عدت من قدامي بسرعة جامدة أوي. الحاجة دي كان شبه الظل الأسود، فأنا قلت الليلة دي مش هتعدي على خير. وكان كل همي إن أنا هبات الليلة دي إزاي. والصراحة ما حطيتش في دماغي أوي، وبدأت أكمل أكلي. بس وأنا باكل عمال ببص حواليا كده عشان لو في حاجة ظهرت أبقى شايفها، لحد ما كملت أكلي والموضوع كان ماشي تمام وما حصلش أي حاجة. وخلاص بقت الساعة 12 بالليل وده ميعاد نومي، فدخلت الأوضة عشان أنام. ومن كتر السفر رايح جاي في نفس اليوم كنت تعبان ومرهق أوي. أول ما حطيت دماغي على السرير نمت، وكانت دي أسوأ نومة في حياتي. أول ما عيني راحت في النوم اتنقلت لعالم تاني خالص، كان كله ضلمة وشكله مرعب جدا، وأنا واقف لوحدي ومعرفش أنا واقف فين. وفجأة كده وأنا ببص حواليا اتلاقيت في كائن أسود عملاق واقف قدامي، ومعرفتش إنه كائن إلا لما أتكلم معاه. الكائن ده كان بيتكلم معايا وبيقول لي إيه اللي جابك بيتي، وكان بيقول لي بصوت مرعب جدا. رديت عليه برعب وقلت له بيت إيه؟ قال لي البيت اللي أنت سكنت فيه جديد ده يبقى بيتي. وقبل ما أرد عليه رفع رجله وداس عليا، وساعتها فتحت من الرعب وصحيت من النوم، ولكن فتحت عينيا وجسمي كله ما بيتحركش. ودي كانت أصعب لحظة في حياتي، كان جسمي ما بيتحركش تماما، وكانت في حاجة واقفة عند رجلي. وده كان الكائن اللي شفته في الحلم، كان قاعد عند رجلي، وساعة ما شفته فضل يمشي ويجي ويقرب على وشي لما بقى وشه في وشي. وكان شكله مرعب جدا، كان دماغه كبيرة أوي ضخمة شبه الكلب، وجسمه مليان شعر شبه الغوريلا، وريحته ريحة شياط. وفضل حاطط وشه في وشي وأنا ببصله برعب، وفجأة كده راح عضدني في وشي. ووقتها لقيت نفسي بفتح للمرة التانية وقمت من النوم مفزوع. ومن ساعتها قررت إن أنا آخد حاجتي وأمشي من الشقة دي.